السلام عليكم. حقبة انتهت، حقبة كان الجزائريون فيها فرحون بمدربهم وبلاعبيهم بعد الخسارة المدوية التي مني بها المنتخب الوطني أمام المنتخب الموريتاني، والإقصاء من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي في كأس إفريقيا بالكوديفوار، وشماتة بعض الأغراب علينا. الآن حان وقت التغيير، وحان وقت التجديد في المنتخب الوطني من رأس الهرم إلى أدناه، من اللاعبين إلى المدرب. هذا مطلب شعبي. الآن سوف أقول لكم من هو المرشح الأكبر لتتويج أو للعارضة الفنية، للوقوف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني، ومطلب شعبي بكثرة. هما لاعبان أو مدربان سابقان في الجزائر، وسابقان في واحد منهم المنتخب الوطني، ومع واحد منهم للنادي في الجزائر، وكان له صيت كبير في إفريقيا، وأهل دولة إفريقية لكأس العالم الماضية. المدربان المرشحان بقوة، وهما مطلبان جماهيريان لدرجة أن الجماهير قالت أنه يجب أن يكون واحد من هذان الاثنان أو لا تجلب أي مدرب. هذان المدربان هم رونار وحاليلوزيش. رونار الذي أهل المغرب لكأس العالم، وحاليلوزيش الذي أهل المغرب أيضا لكأس إفريقيا. ثم تعرفون الغدر من طرف المغاربة. لكن هؤلاء الاثنان أو هذان الاثنان يحبان الجزائر بقوة، ولن يرفض طلب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم للتولي العارضة الفنية للمنتخب الوطني. هؤلاء منتظران بقوة بعد بالماضي لإكمال مسيرته وتحسينها وتجديد المنتخب الوطني لقادم الاستحقاقات. هذا الخبر منا، وأرجو الانضمام للقناة حتى تدعمونا ونفيدكم بأخبار أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.